السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل اخوات. في البداية ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض فطير مشلتت بطريقة سهلة وسريعة، وبإذن الله يطلع معاكي مورق كده من أول مرة بإذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم مع شوية عسل كده والطحينة يا ناس يا عسل. شايفين ما شاء الله جمال الفطير، اللهم بارك. شايفين التوريقة بتاعته كده في البداية ما شاء الله. خليكي معايا لاخر الفيديو واقولك على كل التريكات بتاعة الفطير وازاي يطلع معاكي زي ما احنا شايفينه كده، كريسبي من بره كده وطري ما شاء الله. شايفين الطراوة اللي فيه ما شاء الله، اللهم بارك، ومستوي معايا كويس جدا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. معايا 2 كيلو من الدقيق، 3 معالق من السكر، نص معلقة ملح. طبعا لو كيلو هتحطي معلقة ونص من السكر وربع معلقة من الملح. هنقلب بقى كده المكونات كويس جدا، وهحط 4 كوبايات من المية لكل كيلو دقيق. 3 كوبايات من المية هحط في البداية 4، وبعد كده هعجن، ولو احتجتك تاني هنحط. خليكي معايا وهنمشي مع بعض خطوة خطوة. هبدأ ألم كده العجين معايا. طبعا الخطوة دي يا دوبك هنلم بس العجين بالمية. هقلب كويس كده. طبعا هتحتاج معايا مية تاني. بجد ان شاء الله باذن الله هينجح معاكي من اول مره، بس امشي معايا بالخطوات واحده واحده. وهحط كده الكوبايه الخامسة، حطيتها كلها، وهبدا برضو الم كده العجينه. طبعا معروف ان الفطير بياخد عجن كتير، بس خليكي معايا هقولك تركايه كده، مش هياخد معاكي ان شاء الله في العجن وقت طويل. كده الكوباية الستة حطيت نص كوباية، وهستنى وهعجن. هشوف لو احتجت مية تاني هنزل بباقي المية. طبعا عشان كل نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني ممكن نوع ياخد معايا كوبايتين ونص، وممكن نوع ياخد 3 كوبايات. فانتي لو هتعجني كيلو واحد هتحطي كوبايتين، وبعد كده تبدأي تنزلي بالكوباية التالتة واحدة واحدة لغاية ما العجينة تلم معاكي كده. انا هنا استخدمت يعني 6 كوبايات الا معلقتين بالظبط، عشان قلت كل نوع بيختلف من نوع للتاني. هنا بقى لميت العجينة كده، هعمل ايه بقى؟ هغطيها كده بكيس وهسيبها على جنب كده حوالي 10 دقايق. يعني سيبيها حوالي 10 دقايق ونرجع لها بقى تاني كده. شايفين كأننا خدمناها وعجناها كتير جدا. بقت طرية وسهلة معايا خالص. طبعا الخطوة دي علشان ما نفضلش نعجن في العجينة كتير وتبقى صعبة معايا وتاخد وقت كتير. ان العجين لو مش بعجان بياخد معايا حوالي ربع ساعة من العجين، فالخطوة دي مش هتاخد معانا ان شاء الله عجن كتير. شايفين ما شاء الله بقت سهلة معايا جدا. هقلبها بقى على الرخامة كده علشان اعرف اخدمها كويس. اسفة ان الفيديو ده طويل، بس انا ماشية معاكم واحدة واحدة. تبدأي بقى كده تعجنيها كده بكف ايدك كده وتعجنيها كويس قوي. الفطير كل ما خدمتي العجينة كل ما يطلع معاكي مورق وكويس جدا وطري ان شاء الله. هو سر الفطير في العجينة نفسها. وطبعا نوع الدقيق برضو بيختلف من نوع للتاني زي ما احنا قلنا، فاختاري نوع يكون حلو. مثلا الكوثر كويس جدا، او لو في عطار عندك وبيبيع انواع كويسة اللي هو السايب فمفيش مشكلة هاتي منه. يعني انا جايبه ده على فكرة السايب، وساعات بستخدم الكوثر، يعني ده او ده المتاح عندك استخدميه. هفرد بقى العجينة كده واحط معلقة كبيرة كده من الزيت. بتفرق جدا في توريقة برضو الفطير وبتدي طراوة كده. بس اهم حاجة يكون زيت نظيف، زيت ما يكونش له ريحة نهائي، يعني هيفرق معاكي في طعم الفطير وهيغير طعمه لو له ريحة. طبعا اول ما تحطي الزيت هتبص تلاقي ان العجينة قطعت معاكي عادي خالص، ما تخافيش. كملي عجن زي ما احنا شايفين مع بعض وهتلم معاكي بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده.
بكف ايدك كده شمال يمين كده. طبعا كل ما تعجني فيها هتلاقيها بتنعم معاكي اكتر من الاول. طبعا عشان احنا ريحناها شوية فمش هتاخد معايا وقت كتير، حوالي 5 دقايق بالظبط وهتكون خلصت معاكي ان شاء الله باذن الله. طبعا طولت معاكم في العجينة، ان العجينة هي اساس الفطير. لو ما خدمناش العجينة كويس زي ما احنا قلنا الفطير مش هيطلع معايا حلو خالص. فكده انا ماشية معاكم واحدة واحدة. بعد ما حطينا الزيت ماشية معاكم اهوت بعجنها كويس جدا بكف ايدك كده وتعجنيها كويس. وهنا خلاص ما شاء الله نعمت معايا واتلمت معايا، شايفين ما شاء الله بقت عاملة ازاي ناعمة. وبتشديها كده بتلاقيها بتشد معاكي ومش بتتقطع، كل ما هتشدي فيها تلاقيها بتتشد معاكي ومتتقطعش خالص، بقى ليها عرق كده. بعد كده بقى هحطها وترتاح، طبعا مش هنقطعها على طول، الفطير لازم نريحه شوية. انا سبتها حوالي نص ساعة وبعدين رجعت لها تاني. هنا بعد ما ارتاحت ما شاء الله عليت كده تحسيها اختمرت. بس طبعا الفطير ما بنحطلوش خميرة ولا بنحط له اي حاجة خالص، هو المكون الرافع بتاع الفطير هي السمنة نستخدمها في الفطير. هجيب بقى صاج كده وارش عليه رشة دقيق وابدا اقطع الفطير. طبعا التقطيع ده حسب رغبتك، لو عايزاه صغير هتقطعيه اصغر مما انا عاملاه. يعني طبعا الفطيره هي ديت هتبقى صغيره فهعمل معاكم 3 احجام وانتي اختاري اللي يعجبك. ده كده حجم صغير. لميها بقى كده وسيبيها. وديت هتبقى حجمها وسط. هو ال2 كيلو مفروض كانوا اتقطعوا ل4، بس انا كنت محتاجة واحدة كبيرة شوية فعلشان كده عملتهم ل3 بس. دي كده حجم وسط، دي اكبر واحدة اللي اعملها، دي هتبقى اكبر واحدة في الفطير. طبعا عشان انت هتبقى مبتدئة فيه ولا حاجة كده هتعملي الكيلو لفطرتين او ال2 كيلو ل4 فطاير، بس انت ابدأي بكيلو وان شاء الله بإذن الله يا ربنا يحسن ما بين ايديك وهيطلع احسن مما انا عملته بإذن الله. بس اهم حاجة جددي النية وصلي على النبي كده طول ما انت واقفة بتعملي الحاجة واذكري الله، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيحسن ما بين ايديكي. تعالوا بقى نعمل اول طريقة في الفطير. حطيت كده رشيت الرخامة دقيق ومعايا معلقتين كبار من القشطة هنحتاجهم لوش الفطير وكوباية من الزبدة. وهبدأ افرد الفطيرة كده هدورها كده اعملها مدورة، وبعد كده بالنشابة ابدأ اعملها بالطول زي ما هنشوف مع بعض كده. هعمل معاكم طريقتين للفرد وانت اختاري الطريقة اللي تريحك. طبعا العجينه بتبقى سهله معاكي جدا عشان ريحناها كويس، بس طبعا عشان التصوير بتحسيها اللي هي صعبه معايا، لا هي والله بتبقى سهله جدا معاكي ما تخافيش خالص، فبتبقى لينه معاكي خالص. هي شايفين بايدي ما شاء الله بتفرد في ثانيه. وهنا عملتها كده بالطول. شايفين السمك اللي احنا عاوزينه. يعني هبدأ برضو يعني هعملها شويه افردها شويه كمان، بس السمك اللي احنا عاوزينه ولا رفيع قوي ولا تخين قوي زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا هو الخطوة معاكي مفيش اسهل ولا اسرع من كده. هي ما شاء الله بتفرد معايا بكل سهولة وفي ثانية خالص. وهنا فردتها شايفين السمك بتاعها طبعا واضح، ولا هو تخين قوي ولا رفيع قوي. هبدأ بقى اجيب كده معلقتين كبار من الزبدة وابدأ كده ادهن الفطيرة. طبعا الفطير بيبقى عاوز شغل الايد، فمش بمعالق بقى والكلام دوت، لا هو بيبقى عاوز شغل الايد زي ما احنا بنعمل مع بعض كده.
وهنا دهنتها كلها، وهبدأ بقى اجيب السكينة وتقطعيها كده من الطرف ده والطرف ده، وتسيبي في النص زي ما احنا شايفين مع بعض كده، تسيبي مربع كويس كده من النص. هتعمليها كده وتسحبي السكينة بنفس الاتجاه عشان ما تروحيش كده ولا كده، بنفس الاتجاه امشي كده بالسكينة، وبعد كده تروحي جاية تسيبي حتة وتروحي جاية قطعة الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. هعمل معاكم باذن الله جميع المعجنات، بس تابعي قناتي واشتركي فيها، وباذن الله هعمل معاكم وصفات سهله وسريعه جدا، وباذن الله اتمنى ان انت تستفادي ان شاء الله من الفيديو. هتسحبي بقى كده العجينه لبره كده وتبداي تطبقيها برضو الناحيه التانية، برضو كده تشديها وبعدين تطبقيها زي ما احنا شايفين كده. وتبداي بقى تتنيها كده، وبرضو نفس الخطوه هتجيبي دي على دي، تسحبيها لبره، وبعد كده تروحي جايه تانياها ومسوياها على بعضها، بتخليها كلها سوا واحد. تشديها كده بايدك وتسويها، وبرضو هنتني برضو الناحية التانية. هنا دهنت زبدة، لان زي ما اتفقنا عملية الرفع للفطير هي الزبدة، فتحاولي في كل طبقة كده يعني الحتة الفاضية هتروحي جاية دهناها حاجة بسيطة خالص، وتحاولي تقفليها كده من كل الاتجاهات عشان طبعا تبقى فيها هوا من جوه وما يطلعش السمنة ما تطلعش كمان. وتبداي برضو كده انا ماشيه معاكم واحده واحده، برضو هتتني وتطبقي من هنا من الناحيه دي والناحيه دي، وتحاولي برضو تقفليها كويس جدا. الطبقه الاخيره هتجيبيها بقى عليها كده وتقلبيها، وتبداي برضو تقفلي الفطيره كويس جدا. زي ما احنا شايفين طبعا بحاول اقفلها كويس جدا، وهسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق كده. وبعد كده برضو اهم حاجة برضو اللي احنا نسيبها ترتاح بعد الخطوة ديت، مش هنعملها على طول. وبعد ما سبتها ارتاحت حوالي 10 دقايق كده، طبعا انا بسيبها ترتاح وافرد في التانية، بس انا مشيت معاكم بالترتيب واحدة واحدة علشان ما نتلخبطش. هبدأ بقى اللي انا افردها كده، بتفرد معايا ما شاء الله بكل سهولة خالص زي ما احنا شايفين مع بعض. تعمليها مدورة او مربعة مش هتفرق خالص. وبعد كده تتنيها بقى. انا هنا بقول لكم ممكن نحشيها، وطبعا انا دهنتها زبدة برضو، وهبدأ اللي انا المها على بعضها كده وتقفليها زي ما احنا شفنا مع بعض وموضح معاكي في الفيديو. جيب بقى صينية دي مقاس 32، وارش فيها كده معلقة من الزبدة، وابدأ احط فيها الفطيرة وهتسيبيها برضو 10 دقايق. هو الفطير معانا مشكلته اللي هو كل شوية تسيبيها ترتاح وبعد كده ترجعي لها، تسيبيها ترتاح وترجعي لها. طبعا دي الفطيرة التانية. انا عملت معاكم فطيرة التانية الكبيرة، عملتها بنفس الطريقة الاولانية. دي الطريقة التانية اللي هفردها معاكم برضو بيها كده، طريقة سهلة برضو. قطعت الكورة دي، كان الفطيرة الصغيرة قطعتها ل7 كور، وهبدأ اني افرد كده بزبدة، مش هفرد بدقيق المرة ديت هفردها بزبدة. 7 كور كده صغيرين، عشان طبعا الرخامة مش كبيرة معايا فمش هتساعدني اني اعمل كورة كبيرة وافردها كلها الفردة دي. وهتجيب الكورة كده من النص وتشدي على بره كده بايدك بصوابعك كده من النص، وتشدي على بره من النص وتشدي على بره. شايفين
سهلة وسريعة خالص، مفيش اسهل ولا اسرع برضو من كده، بتورق معاكي بكل سهولة. اهي شايفين التوريقة بدأت تبان معايا وتظهر معايا. شايفين ما شاء الله لون الرخامة بدأ يظهر معايا من تحت من الفطيرة نفسها. وترشي بقى سمنة كده، وانا كنت عاملة واحدة مجهزاها هنحطها في النص، وبعد كده نبدأ نقفل الفطيرة. هي بتجيبيها كده تعملي 7 من هنا على 7 من هنا كده، وتلميها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هتجيبي برضو كل الخطأ زي ما احنا عملنا برضو، تسحبي من ايدك بايدك كده من النص لبره من النص لبره، طبعا عشان احنا مريحين الفطير كويس جدا، فبيبقى سهل معايا خالص في التوريق. شايفين ما شاء الله لون الرخامة بدأ يظهر معايا برضه اهوت. لو حتى كده جامدة مش مشكلة، شايفين اتخرمت خرم بسيط من كده، مفيش اي مشكلة خالص. كملي وما تقوليش ده اتخرمت دي باظت مني، لا خالص عادي مفيش اي مشكلة. كملي وامشي على نفس الخطوات. هرش برضو سمنة، وابدأ احط برضو الطبقة اللي احنا عملناها مع بعض كده. دي تالت طبقة، وهبدأ برضو اللي انا افردها امتنيها بالنص كده، واجيب طرف كده وطرف كده زي ما احنا شايفين مع بعض بكل سهولة. وهنا كانت اخر واحدة خالص عشان ما اطولش عليكم الفيديو، برضو فردتها كويس وعملتها كده زي ما احنا متفقين، وحطيت سمنة برضو. لازم بين كل راق وراق نرش شوية سمنة كويسين. وبعد كده هنتشدي بقى كده وتحطيها بالنص كده، وبرضو تشدي لبره وتحطيها. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة كويس، والشرح يكون مفيد ليكم باذن الله. دي الفطيرة الصغيرة، شايفين ما شاء الله الهواء اللي فيها عامل ازاي، ده اللي هيساعد الفطيرة انها تنفخ معايا وتبقى فيها طبقات من جوه ان شاء الله. وهنا دي الفطيرة اللي احنا عملناها مع بعض. هبدأ اللي انا افردها في الصينية، تفرد معايا ما شاء الله بكل سهولة. بعد كده هنحط رشة سمنة بسيطة كده عشان اللون اللي تديني حمار حلو كده وجميل. وبعد كده هنحط برضو معلقة من القشطة. لو عندك بقى فلاحين هتشتريها منها، ما عندكيش هتشتريها من عند محل اللبان عادي، وجميلة جدا ما شاء الله. دي الفطيرة التالتة، دي الكبيرة اللي احنا عملناها مع بعض. برضو عملتها كده زي الطريقة اللي احنا لسه فردينها في الصينية دلوقتي الاولانية خالص، وبدأت برضو ادهنها من السمنة والقشطة كده وقفلتها. دي كانت اكبر فطيرة ما شاء الله اللهم بارك. بس طبعا ما حبيتش اعملها معاكم برضو علشان ما نطولش في الفيديو، وحطيت برضو رشة من الزبدة كده وبرضو حطيتها. واللي في الصينية التانية دي كانت اصغر واحدة. وهنا ما شاء الله الثلاث فطاير اللي احنا عملناهم مع بعض. اول واحدة بقى عملناها كده هنبدأ ندخلها الفرن. طبعا لتسوية الفطير بنشيل الرف اللي تحت خالص ونسيبها كده علشان تبقى تسويتها زي الفرن العادي، ويكون الفرن مسبق قبل. طبعا هنا مالك ابني كان بيساعدني اللي احنا ندخلها، يكون الفرن سخن جدا على درجة 200 وتدخليها الفرن. وهوريكم برضو مراحل التسوية بتاعتها. طبعا الصاج اللي بنشيله من القعر ده بيساعد انها تحمر وتستوي معايا تسوية كويسة. هنا ما شاء الله بعد 5 دقايق شايفين بدأت تنتفخ معايا وترتفع معايا زي ما احنا شايفين كده، ومشغلة الشواية عليها ومهدياها.
وهنا ما شاء الله كانت انتفخت كلها. لو الفطير بقى انتفخ معاكي كده تعرفي ان انت كده بايدي استاذة في الفطير. طبعا انا شغلت الشواية بعد 10 دقايق بالظبط، تشغلي الشواية عشان يديكي اللون الجميل ده. وهنا دي ما شاء الله اللهم بارك الفطيرة الكبيرة، فردتها برضو في الصاج ودخلتها الفرن برضو بنفس الطريقة. هنا بقى دي الفطيرة بعد ما طلعت معايا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين عاملة ازاي؟ والفطيرة اللي بقى مع انها كده الوش بتاعها كده مقرمش وجميل اللهم بارك. وشايف ما شاء الله كانت سخنة مولعة نار على ايدي، ما كنتش عارفة اقطعها خالص، بس لاجل عيونكم لازم اقطعها معاكم واوريها لكم من جوه عاملة ازاي. ما شاء الله اللهم بارك. مين لسه ما حطش اللايك لغايه دلوقتي؟ يلا يا غاليه حطي اللايك والاشتراك وكمنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. بجد انا تعبت في الفيديو ده جدا علشان اوصل لكم المعلومات صح، ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. شايفين ما شاء الله التوريقه اللهم بارك، وطري جدا من جوه مش ناشف معايا خالص. طبعا هي كانت سخنة جدا فما كنتش عارفة اوريها لكم كويس، بس يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ويكون عجبكم بإذن الله. وكده كنت دخلت الصينيتين التانيين ما شاء الله اللهم بارك برضو منتفخة وجميلة معايا ما شاء الله. الصينية التانية برضو كنت حطاها من تحت. وهنا نكون وصلنا لآخر. وهنا برضو ما شاء الله بعد ما طلعتهم شايفين برضو مورقة معايا وطرية اللهم بارك. هوريها لكم برضو. دي اللي احنا عملناها طبقات مع بعض وفردناها بالزبدة برضو ما شاء الله اللهم بارك، متورقة وجميلة جدا وطرية. ما شاء الله عاملة زي التوريقة بتاعتها عاملة زي المنديل بالظبط ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الطراوة اللي فيها. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.